على طريق البرد يا جماعة الخير. يقولون بسنة من السنين طلع الشاعر ردهان بن عنقة من منطقة حايل راح للعراق مسيرا على عبد الكريم الجربي. يقول الرجال متعود على برد حايل، البرد المقدور عليه، ما هو البرد هذا يا اخوان اللي تشوفون الثلج على تساتفي عليه. يقول يوم جاء هناك وامره حول الليله، يقول يا البرد قوي. يقول المهم يا جماعة الخير يقول تصقصق حق زرينة. يقول شافوا عبد الكريم، يا عبد الكريم من كرمه مسمينه ابو خوذه. فيقول هو بالليل يتفقد اللي عنده هذا، يقول راعي الرجال يتصقصق ويجدع فروته ويغطيه به اللي هو ردهان بن عنقة. يوم اصبح الصبح قال ها يا ردهان وش وقعك البارحه؟ قال ردهان البارحه ما هي من البارحات. شوف هذا شطر دائم يتردد وما اكثر منكم ما يعرف سالفته ولا يدري من هو. قال البارحه ما هي من البارحات، من زاجر يزجر على البيت ويزير، لولا ابو مدبغ كان هذا مماتي في ليله ما يلي تجيبه حوافير، عطيته ما هي من البينات، فروه وعد وعازل اللي مغاتير. يقول قال ان شاء الله باذن الله تعالى نعزل لك مغاتير، ويقال انه عزل له عدد ما ادري 10 20، المهم انه عزل له من المغاتير وعطاه اياه فوق الفروه هذه بسبب